يسير عمر في يوم من الأيام فيسمع نداء امرأة عجوز تنادي وهي تقول: أشكو عمر إلى الله، أشكو عمر إلى الله، أشكو عمر إلى الله. فجاءها عمر وقف أمامها ولم تعرف أنه عمر. قال: أيها المرأة، من هذا الذي تدعين عليه؟ وما الذي يعرف؟ كيف يعرف عمر أنك في هذه الصحراء؟ أنت في صحراء بعيدة، كيف يعرف عمر عنك وعن أخبارك؟ فنظرت إليه قالت: أيلي أمرنا ويغفل عنا؟ أيلي أمرنا ويغفل عنا؟ فعاد عمر إلى المدينة وذهب إلى خادمه، ثم جاء إلى الدقيق وقال لخازنه: احمل علي الدقيق، احمل علي الدقيق. تخيل معي، عمر بلغ 70 عاما ويطلب من خادمه أن يحمل عليه الدقيق. فخادمه خجل، قال: أو عليك يحمل يا عمر؟ قال: احمل علي الدقيق، ثكلتك أمك، أتحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ احمل علي الدقيق، ثكلتك أمك، أتحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ فحمل عمر الدقيق وصار من المدينة إلى الصحراء، إلى تلك المرأة، ثم جلس عندها، ثم بدأ يطبخ لها ويجهز لها طعام العيال. فنظرت المرأة إلى عمر وهي حتى الآن لم تعرف أنه عمر. قالت: والله إنك لا أحق بالخلافة من عمر، والله إنك لا أحق بالخلافة من عمر. قال: يا أمة الله، إذا جاء الصباح فاذهبي إلى أمير المؤمنين، أنا سأخبره عنك. فجاء الصباح وجاءت تلك المرأة إلى عمر، دخلت عليه وإذ بها